أكتر أكلة مصرية بنعشقها كلنا الكشري المصري. كشري بيتي مظبوط وطعمه زي المحلات وأحلى كمان، وبمكونات بسيطة وخطوات سهلة من غير تعب ولا لخبطة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في قناتي. تعالوا النهارده نعمل شوية كشري احلى من بتاع بره، وبخطوات سهلة وحاجات موجودة عندنا في كل بيت. مبدئيا كده انا طبعا النهارده هنولع كل عيون البوتاجاز. انا حطيت اول حاجة المكرونة الاسباجيتي، غليت مية وهدي غلو المكرونة الاسباجيتي، وعلى عين التانية طبعا العدس وجب بياخد وقت في السوا. غسلته كويس جدا ونقعته نص ساعة علشان ما يطولش على البوتاجاز. انا طبعا مش هعمله كله في حلة واحدة، لا هنعمل الكشري الاصلي. اي نعم بيبقى فيه حلل كتيرة بس بيطلع شوية كشري حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا غسلت العدس كويس جدا وحطيته على البوتاجاز وركنته على جنب. بعد ما غلى شوية هسيبه يستوي على نار هادية. وطبعا نزلت بالمكرونة الاسباجيتي بتاعتي، اخليها تاخد غلوة كده قبل ما انزل بالمكرونة التانية، لان المكرونة الاسباجيتي طبعا كلنا عارفين بتاخد وقت في السوا شوية عن المكرونة الصغيرة دي. ونزلت طبعا بالمكرونة بتاعت التانية بعد الاسباجيتي ما خدت غلوة. المكرونة مقصوصة معوجة طبعا كل واحد وطريقته زي ما بيقولها. وطبعا على العين التانية هعمل الرز بشعرية بتاعي. انا عايزة كل حاجة تستوي في وقت واحد، علشان كده هحط كل حاجة على البوتاجاز، عين عليها العدس بجبة وعين عليها المكرونة، والعين التانية هعمل عليها الرز ابو شعرية. وطبعا عندي صلصة عاملاها وحطها في الفريزر، يعتبر الصلصة بتاعتي جاهزة. هيبقى طبعا على الدقة وشوية اللهم صل على النبي البصل المحمرين. انا النهاردة ما عنديش حمص فما حطيتش حمص، وكمان اولادي ما بيحبوش قوي يعني في الكشري. طيب في تركاية يعني تخلي الرز بالشعرية بتاعك بص هيوديه في حتة تانية. بص يا جماعة، انا لو هعمل كيلو رز لازم احطله نص كيلو شعرية. لو هعمل نص كيلو يعني لو هعمل كيلو رز احط له نص كيلو شعريه. لو هعمل نص كيلو رز بحط له ربع كيلو شعريه، بيبقى نص الكميه. ليه بقى؟ الرز بشعريه بتاعك بيبقى مفلفل وبيبقى طعمه حلو. انا بالنسبه لي لما بعمل رز بشعريه والله العظيم يا جماعه كل اللي بياكله عندي بيقول الرز بتاعك مختلف عن الرز بتاعنا خالص. وطبعا بعد ما حمرت الشعرية بتاعتي نزلت بالرز بتاعي بالشكل ده، وهحمره بقى مش هديه تقليبه، لا هحمره تحميره حلوة كده علشان الرز بتاعي يبقى مفلفل. طبعا كل حاجة على عين علشان عايزين كل حاجة تستوي في وقت واحد، وفي نفس الوقت يبقى الكشري بتاعي سخن. يعني انا مش هعمل حاجة واركنها، لا انا عايزاه كله يستوي في وقت واحد. وهنقلب الرز بتاعنا بالشكل ده. طبعا كل واحد وليه طريقته. من اسهل واسرع الاكلات الكشري. ناس كتير قوي يعني بتعمل له شغلانه وتقولك مواعين وش، بالعكس المواعين بتاعته طبعا بتبقى نظيفه. يعني حله المكرونه دي بتشطف كده يعني متاخدش غسيل كتير، وشويه العدس ما بياخدش غلبه زي ما ناس كتير قوي مفكره. وادي المكرونة بتاعتي كل شوية بقعد اقلب فيها علشان انا مش عايزاها تستوي قوي، لا انا عايزة يبقى المكرونة بتاعتي شديدة شوية كده. وادي العدس بجبة خلاص داخل على السوا. انا جربت العدس اللي هو بيتعمل في حلة واحدة. هو بص اقتصادي جدا يا جماعة. يعني اهم حاجة انه ما بياخدش مواعين كتيرة، بس طبعا مش زي الكشري اللي انت كل حاجة بتعملها لوحديها. كل حاجة على قد تعبها على قد ما بيديك النتيجة بتاعتها. وخلاص الرز بتاعنا دينا حمرناه اهو،
وطبعا انا غالية مية، واهم حاجة طبعا في الرز بتاعك لازم تكون المية مغلية، يعني ده سبب من اسباب اللي بيخلي الرز بتاعك بيعجن. هنزل بالمية المغلية بتاعتي على الرز بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. طبعا كلنا شطار وكلنا بنعمل احلى شوية رز، بس ساعات بتبقى تركات صغيرة كده بتفرق معانا في عمايل الحاجة او في طعمها. خلاص هنظبط ملحنا ونظبط الرز بتاعنا، وياخد غلوتين كده نوطي عليه النار بقى علشان يستوي براحته ويطلعوا لي شوية رز زي العسل ومفلفلين. وانا بحمر الشعرية وبعد كده بنزل بالرز، بحط نص معلقة من الكزبرة الناشفة يتحمص مع الرز بالرز والشعرية، بيخلي لي طعم الرز بتاعي تحفة، مع نص معلقة من السكر ومعلقة من المرقة. انا بجيب المرقة البودر او مكعب المتاح عندي. وقاعد العدس بتاعي خلاص كل حاجة تستوي في وقت واحد، ونغطي الرز بتاعنا بعد ما ظبطنا ملحنا ونظبط دنيتنا. ونطلع لي كيسين من الفريزر، كيسين صلصة. طبعا انا بجيب الطماطم بعمل صلصة لو هعمل كشري زي كده، او صلصة للمحشي. وبعمل برضو طماطم افرمها كده في الخلاط من غير حاجة خالص، بتبقى جاهزة عندي فبتسهل معايا الدنيا. شايفين الرز العدس يا جماعة مفلفل وما سوتهوش قوي، لا خليته يبقى مفلفل كده، بيبقى طعمه حلو قوي برضه في الكشري. وايدي الصلصة بتاعتي طلعت كيسين محترمين كده، طبعا تقلية مقلية تقلية كده واخدة اللون ذهبي. ونزلت بمعلقة نص معلقة من الثوم المفروم مع هريسة شطة. ونزلت بالطماطم طبعا غليتها لحد ما سبكت وعملتها وحطيتها بكيس في الفريزر. ده بحبه اول الكشري لو هعمل مثلا فراخ او مكرونه مسلوقه بتبقى عندي جاهزه. اطلع الكيسين يدوب اسلق المكرونه وانزل بيها على اطلع كيس من الفريزر واعمل على طول ايه الصلصه بتاعتي تبقى جاهزه. طيب انا المكرونه بتاعتي استوت وحطيتها في مصفى صفيناها، ونزلت طبعا بميه فتره من الحنفيه علشان النشا دي بتخلي المكرونة بتاعتي تعجن. بعد كده نزلت بمعلقتين من الزيت زي ما انتوا شايفين، ونص معلقة من البهارات علشان طعم المكرونة بتاعي يبقى حلو. شايفين يا جماعة والله العظيم كأن شوية كشري زي العسل. والمكرونة بتاعتي مفلفلة اهو، واركنها على جنب بقى لحد ما الرز بتاعي يستوي والعدس. وادي العدس بتاعنا اهو مفلفل بسم الله ما شاء الله. والرز بتاعي شايفين الرز اللهم بارك، شوية رز حاجة سكر كده مفلفلين، ونص معلقة السكر مخليه طعمه فيه كده تسكيرة مع نص معلقة الكزبرة الناشفة. الله أكبر. واسيب الصلصة بتاعتي خلاص كده تفك. وكده الكشري بتاعنا هو يعتبر مخدش وقت معانا. تعالوا بقى نعمل شوية دقة حاجة زي السكر. عندي طبعا ليمونتين محترمين، وعندي نص فنجان من الخل، انا طبعا بكب عشوائي كده، وعندي شطة، وعندي توم مفروم. هنزل بحبة من الخل قد نص فنجان كده، احنا بنحب الخل قوي في الدقة، كتر الخل بيخلي طعمها حلو. وعصرت الليمونتين بتوعي، وهنزل بنص معلقة من الثوم المفروم، وهنزل بالشطة. الدقة دي اللي هي بتبقى على البارد، انا ما بغليهاش على البوتاجاز، لا بتبقى على البارد كده. واخد واخد معلقة من الصلصة. وخلاص الدقة بتاعتي جاهزة، بتبقى زي العسل يا جماعة تحفة. اهي معلقة من الصلصة ونقلبهم مع بعض، وادي الدقة بتاعتي جهزت اهي، وكل حاجة استوت. وادي الكشري بتاعنا خلص، ونبدأ بقى نغرف بقى في الصينية نقتحم بقى على الكشري. وادي المكرونة بتاعتي مفلفلة، والصلصة بتاعتي خلاص جهزت، وظبطنا ملحنا ودنيتنا.
وخلاص فيديو النهاردة خلص، يا رب يعجبكم واكون ضيفة خفيفة على قلبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوناش باشتراك ولايك وتعليق حلو لاختكم، واسيبكم في امان الله وحفظه. مع السلامة في فيديو جديد.